عشان ابقى قائد ناجح وقادر اقود ذاتي كمان بنجاح، اولا لازم يبقى عندي حاجه اسمها الجروث مايند سيت، ويمكن كتير منكم سمع عنه. الجروث مايند سيت هو مايند سيت او طريقه تفكير بتشوف ان الحياه عباره عن تجارب، وإنه كل التجارب اللي بمر بيها عبارة عن فرصة ليا إن أنا أكبر، فرصة ليا إن أنا أتغير. وده عكس تماماً الحد اللي دماغه ريجيد أو بيسموها الفيكست مايند سيت. وبنشوفها ساعات ممكن يبقى فيه مدير أو حد تعرفه ماشي في السيف سايد قوي، مش عايز ياخد ريسكس. ممكن يبقى برضه إن أنا عايز أبقى جامد في كل حاجة، أنا عايز أماجنيفاي وأكبر كل حاجة أنا شاطر فيها. بس في other areas ممكن نجربها. لا، ولأن مادام هي مش سهلة وأنا جبتها كده، مادام هي مش فطرية وجات معايا على طول، يبقى أنا فاشل. يعني لا، سيبوها، مش عايزة أجرب فيها. فبيبقى الفيكست مايند سيت أنا عايز الحاجة اللي أنا متعود عليها، والحاجة الكومفورت زون، والحاجة اللي بلقطها وهي طايرة وما تخرجونيش بره الزون دي. بس لو أنت عايز تكبر، صعب قوي تكبر وأنت في الحتة دي.